بكم اللحظة إلى أكادير عاصمة سوس. المدينة تشهد دينامية سياحية، عدد الوافدين عليها عرف ارتفاعا فاق 17% مع نهاية شهر فبراير المنصرم. انتعاشت الحركة السياحية بأكادير، يرصدها لنا روبورتاج سمير أسبان ومحمد توانينا. في البحر كما الجبل لا يتوقف سحرها. مدينة الانبعاث تغري المزيد من السياح بشمسها الدافئة. ارتفاع مهم سجل على مستوى عدد الوافدين على المدينة مع نهاية فبراير المنصرم. عدد الوافدين تجاوز 96 ألف سائح في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. في كل سنة نلاحظ تغيرات ملموسة على مستوى هذه المدينة الشاطئة. هذه المرة الثالثة التي نزور فيها أكادير. نكتشف جديد المدينة في كل مرة نزورها ونتجول في أحيائها. تعج أكادير حقا بالفضاءات السياحية الرائعة، وهي مدينة حديثة البناء. قدمنا من مدريد لنقضي عطلتنا في المغرب. زرنا مراكش قبل أن نحط الرحال بأكادير. أعجبنا كل شيء هنا. لم نكن نعرف أكادير، لذلك تفاجأنا بجمالها، خاصة وأن الطقس رائع. أعجبتنا كثيرا الجولة التي قمنا بها في المغرب، خاصة المناظر الجبلية. وجدنا أن لكل مدينة طابعها الخاص، خاصة أكادير التي يبدو أنها تستثمر بشكل كبير في السياحة. السياح البريطانيون والألمان يتصدرون قائمة عشاق مدينة أكادير الساحرة، المدينة التي رأت النور بها عدد من مشاريع التهيئة للرفع من جاذبيتها وتقوية ديناميتها التنموية. فيما يخص نسبة الملء أيضا فهي قد وصلت 65%، وهو ما يشكل زائد 4 نقاط بالمقارنة مع نسبة الملء ديال شهر فبراير سنة 2023. هذه الزيادة النوعية كنشوفوها حتى إلى قرن 2024 ب 2019 اللي هي السنة اللي كناخذوها يعني ك ركيزة في القطاع، وسجلنا يعني نمو ديال 7%. برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير والذي أطلق عام 2020 وفق التوجيهات الملكية السامية يجعل من تحسين القطاع السياحي أبرز أولوياته. ثمار المشاريع التي أطلقت بفضل هذا البرنامج بدأت تنعكس اليوم على مستوى السياحة بالمدينة.